السلام عليكم الإخوان. تحية رجاوية خالصة لكل واحد كيحب هاد الشعار وكيعشق هاد الألوان. اليوم جايبين لكم حلقة مشتعلة، حلقة خاصة بزاف، حلقة على زلزال كيدور دابا داخل بيت الرجاء الرياضي. نعم الإخوان، كاين غضب جماهيري كبير، غضب ما بقاش محتمل، بعد ما تأكد رسميا فشل بزاف ديال الصفقات الصيفية اللي دخلت الفريق بلا بصمة، بلا أداء وبلا روح. وهادشي خلى المدرب فادلو ديفيدز ياخد قرارات قوية، قرارات صادمة ولكن ضرورية قبل ما يغرق المركب. اليوم غنبداو بالخبر اللي هز الرأي العام الرجاوي، إقصاء رسمي لعدد كبير من اللاعبين من اللائحة. أبرز الأسماء اللي خرجت من حسابات المدرب: موسيس، ولد الشيخ، خافي، ساخو، وموراهم كاين أكثر من 6 لاعبين آخرين مهددين بالرحيل في الأيام الجاية، والغربلة مازال ما سالاتش. الجماهير كتقول كلام واضح، الرجاء ما خاصهاش لاعبين يجيبوا الوعود، خاصها لاعبين يجيبوا الأداء. الجمهور كيغلي لأن هاد الصفقات ما كانوش في المستوى، والنتيجة هي إهدار وقت ومجهود وفلوس بلا فائدة. ديفيدز ومن بعد اجتماعات متتالية مع الإدارة التقنية قرر يقلب الطاولة. لاعبين ما كيتماشوش مع فلسفته برا، لاعبين بلا جاهزية بدنية برا، لاعبين بلا روح قتالية برا، لاعبين ما قادرينش يرفعوا قيمة الرجاء برا. المدرب كيقول رسالة واضحة: المرحلة الجاية ما فيهاش المجاملة، ما فيهاش التهاون، بغيت فريق قوي منضبط وجاهز يربح. وهادشي اللي كيزيد يشعل غضب الجماهير هو أن هاد الأخطاء ديال الميركاتو الصيفي تكررات بزاف، والجمهور ما بقى عنده الصبر. الجماهير دابا كتضغط بقوة، كتحمل المسؤولية للإدارة وكتطالب بإصلاحات فورية باش الفريق يرجع للمسار ديالو الطبيعي. واللي خاصنا نعرفوه كاملين هو أن الميركاتو الشتوي غادي يكون أقوى مرحلة في مستقبل الفريق، يا إما يتم تصحيح المسار يا إما نرجعوا نشوفوا نفس السيناريوهات اللي دوزنا منها من قبل. الجمهور الرجاوي اليوم كيقول: بغينا لاعبين رجال، بغينا لاعبين يقاتلوا على القميص، بغينا رجاء ديال الهيبة والقوة. خليكم معايا الإخوان، لأن في هذه الحلقة غادي نغوصوا بعمق في التفاصيل، غادي نحكيو على لائحة المغادرين، على خطط ديفيدز، على الصفقات اللي كيتفاوض عليها النادي، وعلى كيفاش غادي يكون مستقبل الرجاء في الأسابيع الجاية. وما تنساوش الإخوان، اللايك ديالكم، التعليق ديالكم والاشتراك ديالكم هو السلاح اللي كيخلينا نستمروا ونجيبوا لكم الحقيقة من قلب البيت الأخضر. السلام عليكم. الوضع داخل الرجاء غضب جماهيري وغربلة غير مسبوقة. الفترة الأخيرة داخل الرجاء الرياضي كانت مشحونة بزاف، والجماهير ما بقاتش راضية على المسار اللي غادي فيه الفريق، خصوصا بعد ما بان بشكل واضح أن الميركاتو الصيفي كان من بين أسوأ الميركاتوهات اللي دازت على النادي في آخر السنوات. صفقات كتيرة دخلات ووعود كبيرة تروج ليها، ولكن فوق أرضية الملعب الأداء كان باهت غائب، وما كيحمل حتى ملامح اللاعب اللي كيستحق حمل قميص الرجاء. الجماهير تمردات والضغط كان أقوى من أي وقت. منذ بداية الموسم الجمهور كيلاحظ أن الفريق كيعاني فنيا، لاعبين بلا جاهزية بدنية، لاعبين ما متماشينش مع أسلوب المدرب، لاعبين ما قادرينش يمثلوا الهوية الرجاوية، صفقات ضعيفة ومبالغ فيها إعلاميا. هادشي كامل خلق موجة غضب كبيرة وخلت الجماهير تخرج بصوت واحد: حان وقت الغربلة وحان وقت الإصلاح. المدرب فادلو ديفيدز يدخل بقوة. المدرب الجنوب إفريقي شاف الوضع وشاف أن الضغط الجماهيري ماشي غير كلام، بل حقيقة مفروضة وخطر على مسار النادي. وبدال ما يمشي في طريق المجاملات أو يعطي فرص إضافية غير مستحقة، ديفيدز دار اللي ما قدرش يديروا بزاف ديال المدربين من قبل. أعلن رسميا إبعاد مجموعة من اللاعبين من اللائحة. أبرز المغادرين: موسيس، ولد الشيخ، خافي، ساخو، وموراهم لائحة طويلة فيها أكثر من 6 لاعبين آخرين اللي غادي يتصرحوا في مرحلة تانية. وهذا القرار ما كانش سهل، لأنه كيعني اعتراف رسمي بأن الميركاتو الصيفي كان فاشل وأن بعض الأسماء ما تستاهلش تبقى داخل الفريق. لماذا هذه الغربلة ضرورية الآن؟ لأن الرجاء فريق كبير، وفريق كبير ما كيتسامحش مع الأخطاء المتكررة. أي تأخر في تصحيح المسار كيأثر على نتائج الدوري، انسجام الفريق، ثقة الجمهور، قيمة النادي، حتى على اللاعبين الجيدين داخل المجموعة.
المدرب ديفيدز قرر يختار الطريق الصحيح، فريق صغير لكن متجانس أفضل من فريق كبير ممتلئ بلاعبين بلا فعالية. صابي، الميركاتو الشتوي مرحلة إعادة البناء. من الآن واضح أن الإدارة التقنية غادي تعول على تفريغ اللائحة من اللاعبين بلا مستوى، إدخال لاعبين جدد بجودة أعلى، الاعتماد أكثر على شباب الأكاديمية، بناء فريق منضبط مقاتل ومرضي للجماهير، التركيز على لاعبين قادرين يطبقوا فلسفة ديفيدز بسرعة. الجماهير كتنتظر بزاف من الميركاتو الشتوي وكتعتبره آخر فرصة قبل ما يفلت الموسم من يد الفريق. صابي، الخلاصة، الرجاء تعيش لحظة حاسمة. الوضع الحالي ماشي أزمة فقط، بل نقطة مفصلية في مسار النادي. يا إما يكون هذا الغضب بداية تصحيح قوي، يا إما يبقى الفريق يدور في حلقة مفرغة. ولكن حاجة واحدة باقية ثابتة، الجمهور الرجاوي دائما وأبدا هو القلب اللي كيحرك النادي، والصوت